دون أسود الأطلس اسم المنتخب المغربي في تاريخ كأس العالم عندما بلغوا دور ربع نهائي مونديال قطر 2022 إثر تجاوز المنتخب الإسباني في دور الثمن. وفيما كانت المنتخبات الكبرى تقوم بتصفية من هم أقل مكانة كرويا، كان للمغرب كلمة مختلفة عندما صدم إسبانيا بطلة 2010 وأوروبا 2008 و2012 وفاز عليها بركلات الترجيح يوم الثلاثاء وأعادها مبكرا إلى مدريد. يذكر أن المنتخب المغربي هزم نظيره الإسباني في ركلات الترجيح ب3 أهداف مقابل لا شيء، وتأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور ربع النهائي في كأس العالم، وأصبح بذلك رابع منتخب إفريقي يصل إلى هذا الدور بعد الكاميرون والسنغال وغانا. ويترقب المغاربة والبرتغاليين وكل متتبعي كرة القدم عبر العالم المواجهة المنتظرة يوم السبت بين منتخبي البلدين في إطار دور ربع النهائي في كأس العالم المقام حاليا في قطر. وتناولت أغلب الصحف البرتغالية هذه المواجهة التاريخية بنوع من الحذر، خصوصا بعدما تمكن المغرب من إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح في إطار دور الثمن. وحذرت صحيفة أوجوغو المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس قبل مواجهة المغرب، ووصفت الصحيفة مدرب المغرب وليد الركراكي بالمدرب الجديد لأسود الأطلس الذي يعرف كيف يغلق باب المرمى جيدا، مشيرة إلى قوة الدفاع المغربي الذي استقبل هدفا وحيدا في 4 مباريات له بالمونديال ويعد الأفضل في البطولة حتى الآن. ينطلق ربع النهائي يوم غد الجمعة مع تأهل 5 منتخبات أوروبية ومنتخبين من أمريكا الجنوبية والمغرب. منذ 2002 لم يتذوق منتخب من خارج أوروبا طعم اللقب، فتوجت إيطاليا في 2006 وإسبانيا في 2010، بعدها ألمانيا في 2014 وأخيرا فرنسا في 2018. لكن مع العطش الكبير لأرجنتين ليونيل ميسي أو برازيل نيمار أو حتى برتغال كريستيانو رونالدو تبدو المعادلة أصعب هذه المرة. ولما لا، مفاجأة بحجم جبال الأطلس وقوة الأسود يكون بطلها المغرب ليمنح القارة السمراء أول لقب في تاريخها. إذا كنت كتفرج فينا من يوتيوب وقال لك بلي قناة جرعة كتستحق الدعم ديالك، ما تنساش تابونا، وأهم حاجة دير لايك وتبارطاجي الفيديو باش يوصل لنا الجداد، وما تنساش تتابعنا على فيسبوك والانستغرام.